في ناس اتولدت زملكاويه عادي، خلقه ربنا، هو هيعمل ايه؟ هو خلقه ربنا كده، هنعايبه نهاجمه عشان هو خلقه ربنا طلع زملكاوي؟ الفنان عادل امام ليه افيه مشهور في بدايه ظهوره على المسرح، كان بيقول بلد شهادات صحيح. احنا الحقيقه ما بقناش بلد شهادات لان الشهادات كترت جدا جدا، لا احنا بقينا بلد شماعات. بلد شماعات صحيح. دايما تلاقي الفاشل لما بيفشل في حياته تلاقيه دايما يدور على اي شماعه يعلق عليها فشله، لكن اول ما ينجح او يشم ظاهره نجاح يبقى النجاح بتاعه ومحدش ساعده فيه وهو بس اللي حقق النجاح. انا بقول الكلام ده ليه؟ لما كان بداية الموسم ده في بداية الدوري كان كل ما الزمالك يتعادل او يخسر ماتش او ان هو يحقق اداء مش كويس كان معلق كله على شماعة واحدة اللي هي ارض اكتوبر. ارض اكتوبر يا عم انت، ارض اكتوبر، ايقاف القيد ال 12 ارض اكتوبر، ال 13 ارض اكتوبر، وصلنا لايقاف القيد ال 18 وارض اكتوبر دلوقتي ما بقاش لها اي صدى. قعدوا يقولوا ارض اكتوبر ارض اكتوبر ارض اكتوبر، واول ما الزمالك بدا يتصدر بقى الزمالك ما عندوش اي شماعه، بقى الزمالك اقوى سكواد، لدرجه ان احنا في بدايه الدوري حتى خالد الغندور والواد ودار اللي بيطلع مع الواد مهم مبلط السيراميك كان بيقول الزمالك اصل ما فيش سكواد، اصل ضعيف، اصل الفرق، اصل ما عندناش تعاقدات، اصل انتوا فريق مليارات. دلوقتي بيقولوا احنا اقوى سكواد. محدش بيجيب سيره الارض اكتوبر دلوقتي خالص. ليه؟ اصل هو دلوقتي بيقول لك احنا اقوى سكواد في مصر، احنا اقوى فريق في مصر، احنا بنلعب نهائي كاس العالم اللي هي الكونفدراليه يعني ما هم بيقولوا على نهائي كاس العالم. حلو كده. فريق اتحاد العاصمه مع كامل الاحترام هو رقم ال 13 في الدوري الجزائري، اللي اخذ الدوري الجزائري السنه دي فريق مولوديه العاصمه، لكن اتحاد العاصمه مولوديه وهران. اتحاد العاصمه ده في المركز ال 13 في الدوري الجزائري، كامل الاحترام مش بقلل منه، بس انا بقول لك على حجم المنافسه اللي موجوده فيها الكونفدراليه. هتقول لي طب ما انت هتلعب الكونفدراليه السنه الجايه، قول يا رب وماله، انا ما بقللش من الكونفدراليه، انا بقول لك على حجم المنافسه اللي فيها. وان كان الاهلي وضع نفسه في الموضع ده فاللعيبه هي اللي تستاهل ان هي تضع نفسها في الموضع ده. تمام. الشماعات برضو بتطال فين؟ تطال على الاسماعيلي. الاسماعيلي بقاله 5 سنين كل سنه بيصارع للهبوط، وكل مره الشماعه واحده بس، الاهلي بياخد من اللعيبه، الاهلي بياخد من اللعيبه، رغم ان النغمه دي بتتردد بقى بمساعده الاعلام الزملكاوي. الاهلي بياخد لعيبه من الاسماعيلي، الاهلي هو اللي... طب انت يا عم بقالك 5 سنين دلوقتي بتصارع الهبوط ما لقيتش حل، رغم ان احنا لما نرجع بقى للحقائق والوثائق تلاقي الاهلي ما خدش بصوره مباشره من الاسماعيلي الا محمود متولي وعمر الساعي. عمر الساعي اللي هو ايه؟ الخطيب خده جدعانه كده، جدعانه منه عشان يساعد الاسماعيلي ب 50 مليون، ولا زلنا لحد دلوقتي ما نعرفش الاهلي جابه ليه ومشاه ليه. والاسماعيلي عمر الساعي دلوقتي مع كامل احترام متعلق مع فريق خلاص، فده اللي خدهم بشكل مباشر. انت كاسماعيلي بعت اللعيبه بتاعتك لناس تانية، بعتهم للسعوديه، بعتهم لاتحاد جده زي موضوع بركات، بعتهم لناس تانية. الاهلي جابهم بقى، الزمالك يجيبهم، بيراميدز يجيبهم، المحله تجيبهم. انت بعت اللعيب، ولا عشان الاهلي بس هو اللي جابه يبقى الاهلي وحش؟ طب انت لما بتقول كده ما بتقولش ليه اللي عملوا النادي الاهلي مع حسني عبد ربه وحمزه الجمل وموجودين واحياء وهم نفسهم اعترفوا. حمزه الجمل مضى للنادي الاهلي لما كان الاسماعيلي باعه لستراسبورج الفرنسي. التاريخ ما بيكذبش، والاهلي اشتراه ومضى، وطلع حسني عبد ربه في فيديو موجود قال لك انا اخترت الاهلي عشان الاستقرار والكلام ده. والاسماعيلاويه راحوا بنعش رمزي كده على بيت حسني عبد ربه وهددوه هيقتلوه لو راح الاهلي. والراجل جه اتكلم مع محمود الخطيب، كان نائب مجلس الاداره في الوقت ده. الكابتن محمود الخطيب اداله العقد بتاعه وقال له اتفضل مش مشكله. نفس الحكايه حصلت مع حمزه الجمل، وبرضه الفيديو بتاعه موجود على اليوتيوب وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. الزمالك بقى منهم مضى للاهلي شيكابالا نفسه، شيكابالا، محمود وائل اباني، بشير التبعي، وهم اعترفوا بنفسهم وقالوا لا هنكمل خلاص احنا هنرجع في كلامنا. قالوا اتفضل العقد بتاعك اهو. خلاص. لما كان الاهلي بيتعامل مع لعيبه الاسماعيلي اللي كانوا بيجوا من انديه تانية والاسماعيلي كان بيطلع له كوميشن، كان الاسماعيلي بيدخل له دخل من اعاده البيع،
بند اعاده البيع الاسماعيلي كان بيدخل ده، كان بيقدر يصرف بقى على اللعيبه اللي عنده، يجيب ناشئين، يجيب لعيبه ناشئ كده صغير يتوهج في الاسماعيلي، كان بيقدر يمشي النادي. دلوقتي الاسماعيلي وقع، الاهلي بقاله شوف كام سنه ما بيتعاملش مع الاسماعيلي، وقع الاسماعيلي. الزمالك وبيراميدز في 2018 كان في جيل كويس جدا في الاسماعيلي، في 2018 افتكروه كان جيل محترم جدا، منهم عمر السعيد. خلاص الجيل ده اللي في 2018 ده 90% من اللعيبه بتاعته خدوا الزمالك وبيراميدز، خدوهم الزمالك وبيراميدز جايين من الاسماعيلي، بس ما حدش بيتكلم على الكلام ده. ومنهم اللي ما خدش، خدوا اتاخد مجانا، ومنهم اللي فلوس اتاكلت عليه. بس هو ده النغمه اللي ماشيه في الاعلام دلوقتي. مشكله عشان تظهر في الاعلام لازم تكون عندك نفاق ضلالي، تكون بتقوم معلومات كذب، تكون بتشتم في الاهلي حتى لو كنت لعيب كسر ومحدش يعرفك. يعني انا بشوف لعيبه قبل كده لما كانوا في الملاعب محدش كان يعرف عنهم اي حاجه، وكانوش مذكورين نهائي، وملهمش اي تاريخ نهائي لا مع ناديهم ولا مع منتخب مصر، بس هو اصبح نجم دلوقتي في الاعلام. ليه؟ لما بيطلع بيخبط في الاهلي، زي واد العيل التافه النهارده اللي اسمه احمد دودار يقول لك الاهلي ما يستحقش حتى يلعب في الكونفدراليه. انت بس اللي تستحق. بيجيبوه كتير في البرامج دي ليه؟ لانه اراءه بتصير الجدل وبيشتم في الاهلي فبيجيبوه. تخيل ان قناه اون سبورت دلوقتي تقريبا ما فيش حد زملكاوي ما تعينش فيها، حتى الواد الاهطل اللي اسمه جاليليو اللي بيطلع في قناه الزمالك جابوه راخر في برنامج يقدم برنامج في قناه اون سبورت، ما فيش واحد تقريبا زملكاوي ما تعينش في اون سبورت. الاعلام كله اصبح متزملك، الله يرحمه، متزملك تماما. ولما تطلع تتكلم كلمه تلاقي هجوم من اللجان عليك، ان كتبت بوست على السوشيال ميديا ما يعجبش اللجان تلاقي كله يدخلوا عليك بها وشتيمه و اغتيال معنوي لاي اعلام يتكلم كلمه حق. ده حتى شوبير بيقول لايمن الرمادي ركز في فريقك اللي انت خسرت فيه، ركز في فريقك بس، ما بيقولوش بيقولوا المنشور الطويل العريض ده. نزل شتيمه عليه على احمد شوبير رغم ان هو عامل حلقات كتير من اول الدوري قاعد يتكلم والزمالك ونتمنى فوز الزمالك بس التعريض لوحده مش كفايه. شوف لما كان بيقول لك تعاطفك لوحده مش كفايه، لا التعريض لوحده مش كفايه، لازم تكون معرض وبرخصه. انا بقول لك يا سيدي انت من حقك تشجع اي فريق، مفيش مشكله خالص، تكون اهلاوي، تكون زملكاوي، تكون بورسعيد مصري تشجع الاسماعيلي، حقك، مفيش اي مشكله خالص بدون ان انت ما تطلع تصادر على حق التاني ان هو يشجعك او ما يشجعكش، ده حر، مفيش مشكله. انا مثلا اهلاوي خلاص، ما في ناس اتولدت زملكاويه عادي، خلقه ربنا، هو هيعمل ايه؟ هو خلقه ربنا كده، هنعايبه نهاجمه عشان هو خلقه ربنا طلع زملكاوي؟ لا مفيش مشكله، ندعمه ونفهمه ان الموضوع يعني بسيط ومع العلاج ممكن يخف ويكون احسن من الاول ان شاء الله. مفيش مشكله يا جماعه، راعوا اخواتنا وشركائنا في جزء من الوطن اللي هم موجودين معانا.